الطبيعي جدا. يعني اتمنى من الكابتن من مستر مانويل جوزيه والناس اللي موجودين ان يدوا راحه سلبيه للاعيبه النادي الاهلي على الاقل 4 5 ايام، يخرجوا مع عائلتهم، يروحوا شرم الشيخ، يروحوا الغردقه، يروحوا اسوان، على الاقل يبقى في بعيد عن كره القدم راحه سلبيه ذهنيه تديهم كمان ريفرش في دماغهم. الامور الخاطئه بالنسبه لتشكيل النادي الاهلي في رايي عدم تعديل الطريقه، ده رقم واحد. لان مش محتاج بتلعب قدام احمد رؤوف فقط لا غير كراس حربه وحيد، مش محتاج 3 مدافعين. تاني حاجه طبعا ارهاق ذهني وبدني كبير جدا على احمد فتحي منذ فتره كبيره جدا. كان المفروض على الاقل حد يساعده كلاعب وسط ايمن، ودي كانت ممكن تدي اضافه للنادي الاهلي. ثالث حاجه تاخير التغيير. رابع حاجه التغيير في 3 لاعبين مره واحده، لعيب ما لعبوش مع بعض بشكل اساسي اول مره. كلها تؤدي الى عدم الانسجاميه، يعني كلها حاجات عشوائيه، تغييرات ما ادتش بشكل كبير. غير كده كمان اخطاء دفاعيه بالجمله استغلها لاعيبه نادي انبي بشكل مؤثر. دي ممكن نشرحها على الحاجه انا نشرحها، بس الحاجه الوحيده يا كابتن يعني الكوتش يعني رامي ربيعه هدف في مرماه، مش عايزين نظلم هذا اللاعب، يعني لاعب واعد بالنسبه لمنتخب مصر، ويعني واحد من الاشياء من كل المحللين وكل المدربين الفنيين، يعني حاجه. لا، ما هي الاخطاء ما يتحملهاش رامي ربيعه، الاخطاء يتحملها خط الدفاع، يتحملها لعيبه نص الملعب لان الكره دي اساسا خطا من وسط الملعب، يتحملها كمان حتى جهاز فني بالنسبه للنادي الاهلي، لان في اخطاء متكرره بالنسبه للنادي الاهلي، اخطاء متكرره في التشكيل وفي الطريقه وفي النهج وفي الاسلوب. ده كلها امور كان المفروض تتداركها مانويل جوزيه وجهازه المعاون. عندك حاجه يا كابتن عايز تشرحها؟ يعني انا كنت عاوز لا انا اتكلم في البدايه ولا الاهلي في البدايه؟ لا، الاهلي في البدايه. ما انت قلت لي في الفصل انبي. لا والله قلت لك الاهلي. قلت لي الاهلي؟ طيب ماشي. فحد سمعنا بس قلت لك الاهلي. طبعا يمكن الاهلي ده الشكل العام بتاعه اللي موجود على الشاشه دوت. طبعا ده الشكل العام بتاع النادي الاهلي. هنا رامي ربيعه، وهنا وائل جمعه، محمد نجيب، احمد شديد، فتحي، حسام غالي، عاشور. ما حدش ياخد باله من الارقام، الارقام مختلفه خالص يعني. طبعا هنا محمد ابو تريكه، جده، ومحمد فضل. النقطه يا كابتن طبعا ان معظم الاوقات كنت بتلاقي ال3 لعيبه دول على خط واحد، ودي اتضربت مرتين 3. يمكن المره الكره اللي جت في العارضه دي بنفس كربون بالكره اللي جت بعد كده في الشوط الثاني، والهدف اللي جه كربون واحد. وده طبعا كانت من الاخطاء اللي هي مستمره لخط الدفاع. في واحد زي وائل جمعه على الاقل يكون قادر على تنبيه اللعيبه، وبرده دي من الامور اللي هي الصعبه على شريف اكرامي، كان المفروض التنبيه. معظم الشغل بتاع انبي انا في رايي كان موجود من الحته ديت. معظمه ليه؟ لان انبي كان مشغل محمد صبحي لاعب جراي وسريع جدا. نفس الموضوع على عادل مصطفى اللي كان بيتحرك بشكل كبير في الحته ديت. المشكله الاكبر ان لا حسام غالي ولا حسام عاشور كان بيعملوا تغطيه بشكل عالي. بالاضافه ان جده وابو تريكه كانوا بعاد جدا عن الطرفين، فكان في رغات مساحات كتيره جدا في حته الثلث الاخير اللي هو موجود هنا بالنسبه للنادي الاهلي، اثرت كتير جدا. اشتغل من ورا مختار مره بعادل مصطفى وكهربا، ومره كمان بمحمد صبحي وعادل مصطفى، مع التناوب، مع ان احمد رؤوف كان بيضغط دايما على ال3 لعيبه اللي في قلب الدفاع. دي عملت خلخله كتير جدا في ظل التوهان اللي موجود في حسام غالي وحسام عاشور. فيمكن اثرت كتير، ويمكن انا في رايي ان دور نص الملعب كان مهم للنادي الاهلي في عمليه التنبيه وعمليه الربط. برضو عاوز اقول من خلالك في ضغط كبير جدا على فضل من جمهور النادي الاهلي. اعتقد ان فضل من اللاعبين الكويسين يعني، ويعني برضو من اللعيبه يعني عمل اهداف حساسه ومهمه جدا للنادي الاهلي في اوقات ومباريات صعبه جدا. فبقول جمهور النادي الاهلي هو جمهور قوي وجمهور محترم وجمهور بيقدر لعيبته وبيقدر يقدر كمان ادارته وجهازه الفني. المفروض يساعدوا اللاعب ما يحصلش اللي حصل. وانا لاول مره اشوف جمهور النادي الاهلي بيتعامل مع الجهاز الفني ومع لعيبه النادي الاهلي بما حصل في الملعب، وده اكبر خطا ما تعودتش عليه خالص. عشان كده بقول لك الهزيمه مش نهايه الكون ولا نهايه المطاف. اكيد. فيعني دي كانت من الاثار السلبيه اللي موجوده في المباراه. اكيد. انت عايز تعمل حاجه عن انبي يا كابتن خالد في هذا الموضوع؟ فوز انبي بهدف مقابل لا شيء. طبعا انبي هنتكلم ولعب برباعي خط الدفاع وقدامهم مانو اللي اشدتوا بيه، حتى كابتن مختار اشد بيه طبعا. بص يا كابتن، شايف العمود الفقري المعمول بالنسبه للحته ديت؟ ادي 1 احمد رؤوف، 2 عادل مصطفى، 3 هنا موجود عندك على طول نادر العشري، 4 مانو. ده عشان كده الاهلي كان من الصعب والصعوبه الاختراق من العمق الدفاعي، لان كان في لاعب عظيم هنا اسمه مانو. لاعب لاول مره يلعب في الدور دوت، هو اساسا بيلعب مساك او بيلعب على خط واحد 4-4-2 او كده، انما لاعب بدور ممتاز، كان بيتحرك هنا وبيتحرك هنا. لما كان شديد يروح تعبه جسمانيا، لما راح هنا كان بيتعب برضه كتير جدا وما خلاش احمد فتحي يتحرك، كان بيتحرك لقدام، وده يمكن كان المؤشر الحقيقي لوسط ملعب فريق نادي انبي جوه خط نص الملعب. النقطه الثانيه
اللاعب دوت وده. كهربا كان لهم دور كبير، اولا في كبلوك على شديد، ثانيا كبلوك على احمد فتحي، تعبهم كتير. بالاضافه ان هم كانوا بيتحركوا ورا قلبين الدفاع بتوع النادي الاهلي بشكل مؤثر جدا، مره على طريق الشمال ومره على طريق اليمين زي ما اتكلمت عليها في شرح النادي الاهلي. انا عجبني عادل مصطفى مع نادر العشري بعد خروج من العشري نزول صالح جمعه اللي نتكلم عليه، لانه ملى الحته الثانيه بعد اوقات المباراه بالحته ديت. اللي عجبني اكتر يا كابتن التغيير اللي عمله مختار في الشكل العام في المباراه في الشوط الثاني. انا قلت لك في الاستوديو انه هيطمع، الاهلي واقع فنيا ما بيوصلش للجول، عنده اخطاء في خط الدفاع، فمن الصعب ان يلعب براس حرب واحد. نزل ديفوني من هنا نزله خلاه موجود على طول كراس حربه ثاني، ولعب تحتيهم عادل مصطفى، وخلى منه موجود هنا، ولعب هنا موجود صالح جمعه وكهربا، وكان موجود كمان محمد صلاح. فعشان كده عمل تنسيق بشكل رائع في حته نص الملعب، وضغط اكتر على خط الدفاع، واشتغل على خط واحد اللي هو موجود هنا بالنسبه لخط دفاع النادي الاهلي اللي اتحرك منه. ويمكن الاصعب كمان ان التغطيه بتاعت وائل ومحمد واحمد فتحي ما كانش بشكل كافي، وما تجيش من لعيبه خبره بنفس الامكانيات، وده الخطا، ده يمكن الميزه اللي استغلها كابتن مختار في التعامل مع المباراه. نقطه اخيره، اتفضل. ان النادي الاهلي اخر مباراه اخر مباراه يعني هو غير خالص، لعب باربع مدافعين ولعب بثلاث لعيبه في نص الملعب ولعب بثلاث لعيبه في خط الهجوم، بس طبعا ما احسنتش التوفيق زي ما قلت لك لعدم الانسجام اللي موجود بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي. ممتاز. الاتحاد السكندري والنصر، وفوز النصر على الاتحاد السكندري بثلاث اهداف مقابل هدفين. دي هنجري بقى فيها؟ طيب. لكن طبعا هنشوف الاول في البدايه كابتن قبل ما نروح للاتحاد والنصر نشاهد طبعا ماذا قالوا بعد هذه المباراه وهزيمه النادي الاهلي، وطبعا النادي الاهلي رفض تماما او اللاعبين والجهاز الفني الادلاء باي تصريح. الفرقه بتاعتنا بتعرف تفصل، وخلاص انا يعني حسيت ان هم البطوله اللي فاتت دي خلاص بقى لموها على ظهرهم وابتدوا يبصوا في الكاس، بدليل ان الكلام كله كان تركيز عالي جدا في الكاس وكانوا واخدين الامور بجديه عاليه. لكن اظن ان احنا عرفنا نستفاد من الحاله اللي النادي الاهلي فيها. انا قفلت المساحات، وفي الوقت نفسه قلت لما نمسك الكوره لازم نقف على الكوره بتاعتنا بشكل كويس قوي وتتنقل من وكان احمد رؤوف محطه هايله جدا. هو كان الكلام ده لمعظم الاولاد، في ناس طبعا تفوقت فيه، في ناس في الاول كانت مرتبكه، بس بعد الماتش دخلت بشكل كويس قوي الحمد لله. يمكن يعني اقول ان الاولاد نفذوا بقدر هايل جدا الكلام اللي اتقال لهم، وده دليل ان احنا كسبنا النادي الاهلي النهارده وطلعناه من الكاس، حاجه هايله جدا يعني. كانت الفرص متساويه، هم مع يعني النجوم بتاعتهم مش كلها بتلعب، واحنا برضو ناقصنا برضو هدافين زي احمد عبزار ومحمد شعبان وابو العيله. النهارده بقول له البقاء لله، لان والدته توفت فعلا اثرت فينا جدا كلنا يعني. طبعا يعني فقدناه النهارده ابو العيله، لكن الحمد لله كل واحد ادى الدور اللي عليه، والحمد لله ان انت تكسب النادي الاهلي في ملعبه، ده مكسب كبير قوي يعني. يمكن طبعا ما فيش خطوره بشكل جدي عليا النهارده، لكن طبعا كان يمكن معظم الماتش كله كرات من ورا المدافعين، كرات عرضيه، فيعني الحمد لله الواحد قدر يتعامل. الحمد لله طبعا الواحد قدر يتعامل معاه بشكل كويس، لان احنا طبعا كنا نازلين يعني جاهزين للنادي الاهلي، لان احنا عارفين طبعا ان هو جاهز اكتر مننا بماتشاته في افريقيا. ماتشاته في افريقيا، فاحنا كنا نازلين عايزين نعمل حاجه قصاد النادي الاهلي، فيعني الحمد لله يعني ما خلاناش فيه خطوره علينا بالشكل اللي النادي الاهلي عايزه او باسلوب اللعب النادي الاهلي اللي هو عايز يفرضه علينا. لكن احنا الحمد لله طبعا قدرنا ان احنا نلعب وضيعنا فرص الشوط الاول، فيعني قدرنا ان احنا اللي نفرض لعبنا على النادي الاهلي. ننتقل الى مباراه الاتحاد السكندري والنصر، وفوز النصر بثلاث اهداف مقابل هدفين. كابتن خالد، في واحده ايضا من مفاجات الكاس مصر، يعني النصر كان بيلعب ب 10 لاعبين منذ دقيقه 65 بعد طرد طبعا محمد جمال. والله طبعا مفاجاه كبيره جدا، بس طبعا اللي متابع نادي النصر يقول لك ان النادي عنده امكانيات فنيه كويسه جدا وعنده مجموعه لعيبه كويسين، حتى عنده مدرب ممتاز سيد عيد. نعم. يعني المباراه وصلت الى مراحل ركلات الترجيح. عندهم حارس مرمى كويس اسلام طارق بيعرف يصد ضربات جزاء، ويمكن برده من اللاعبين او من حراس المرمى المؤثرين بالنسبه لنادي النصر. بالاضافه طبعا نادي النصر لعب يمكن فتره كبيره جدا من نصف الشوط الثاني ب 10 لعيبه بعد طرد محمد حسن ميدو. نعم. وحتى هذا لم يفعل للاتحاد شيء. على فكره كان في فرص خطيره جدا لفريق نادي النصر في المباراه وكمان لنادي الاتحاد، بس طبعا مفاجاه اكبر ان نادي النصر عمل جيم عالي جدا على نادي الاتحاد السكندري. نعم. طبعا
دي مباراة الاتحاد السكندري والنصر. يعني ننتقل الى المباراة الاخرى ودي ضربة جزاء المقاولون العرب وطلائع الجيش. المقاولون العرب يفوز على طلائع الجيش بهدف مقابل لا شيء عن طريق محمد عادل الكابتن خالد. يعني ضربة جزاء ضائعة، جمعة مشهور ضيعها لطلائع الجيش، استطاع ان المقاولون العرب يصعد الى دور الربع النهائي. يمكن انت يعني كنا حتى انا توقعت المقاولين يحقق فوز على الطلائع. يعني زي ما قلت لك قبل كده في بدايه الاستوديو ان الضغوط على المقاولين اقل. كابتن فاروق جعفر مطالب ان هو يحقق فوز عشان يوصل لفاينل كاس، يبقى عمل انجاز بالنسبه لنادي الطلائع في ظل انسجام بعض اللعيبه والامكانيات اللي جابها في الفتره الاخيره. نادي المقاولين بيمتلك عناصر من الشباب، يعني خبره من الشباب ممتازين. بتتكلم على محمد النني لاعب ممتاز، محمد على نفس الموضوع، محمد صلاح، باسم علي فتحي، عبد العزيز حسن، كل دول لعيبه انا اعتقد هيبقوا اضافه كبيره جدا للنادي المقاولين في الفتره الجايه والموسم القادم مع تعديل بعض الاوراق. الطريقه اللي انتهجها طبعا محمد رضوان طريقه 4-4-2 بوجود محمد صلاح هي اقرب ل 4-4-1 بمحمد صلاح وموسى كبير، والاثنين بيتحولوا زي ما هم عاوزين. نادي الطلائع على الرغم من وجود بشير التابعي وعامر صبري وفرج شلبي وابو كونيه وصلاح امين وجمعه مشهور، بس اعتقد ان الشباب كان لهم دور كبير جدا، لهم علم مؤثره. طبعا هي ضربه الجزاء كان لها وضع في مزيد من المعنويه، الناحيه المعنويه لفريق المقاولين، بس انا بقول لك طبعا بقول لنادي الاسماعيلي حذر نادي المقاولين انه فريق متطور جدا وسريع جدا ويلعب بشكل ممتاز. نعم. كابتن حلمي طولان واتحاد الشرطه بيتفوق على بتروجيت وصعد الى الدور ربع النهائي. كابتن خالد انتهى الوقت الاصلي طبعا تعادل ايجابي بهدف لكل منهما. كمال علي في الدقيقه 3 والبتروجيت خالد قمر في الدقيقه 35. الوقت الاضافي انتهى طبعا محمد الفيومي حسمها في الدقيقه الثانيه من الشوط الثالث. واضح طبعا الكابتن حلمي يمكن مصمم انه يعمل حاجه السنه دي مع اتحاد الشرطه بعد رحيل الكابتن طلعت يوسف الى النادي المصري. نادي الشرطه كابتن حلمي مدربين ممتازين، نفس الموضوع للكابتن طه بس يمكن خبره الكابتن حلمي انه عارف امكانيات وقدرات لاعبي بتروجيت ممكن تديله بعض الامور الجيده في بدايه من اللقاء. فريق الشرطه عنده عناصر ممتازه، فريق بتروجيت كمان هيبقى من الفرق الممتازه جدا، وانا بعتبر ان دي من اقوى المباريات اللي كانت موجوده في دور 16 خاصه لتقارب مستوى الفريقين وكمان الفكر اللي بينتهجه الكابتن طه بصري والكابتن حلمي طولان. فاز بها الفريق الاوقع، الفريق الاحق، الفريق اللي ممكن يكون اميز في الملعب بالنسبه لفريق اتحاد الشرطه. المباراة قبل الأخيرة مباراة سموحة مع حرس الحدود. سموحة بيفوز على حرس الحدود بهدف مقابل لا شيء. أحمد حسن مكي في الدقيقة 65. كابتن خالد يعني مفاجأة في وجهة نظرك؟ سموحة يفوز على الحرس ولا الحرس يفوز على سموحة؟ الحرس عفوا الحرس على سموحة. حرس على سموحة. أحمد حسن مكي يرفع علينا ترى العشرة، يرفع علينا قضية. لا طبعا يمكن يعني المباراة كانت في مجملها مباراة ممتازة، مباراة مفتوحة من الفرقتين. إذا كانت سموحة يمكن أنت بعتها، وكمان مباراة وكمان نفس الموضوع لحرس الحدود. يعني خبرة حرس الحدود في مباراة الكاس أعلى، فريق فاز ببطولتين من النسختين الأخيرتين. طارق العاشر المدرب بقى له فتره كبيره جدا بالنسبه لحرس الحدود، عارف امكانيات لعيبته بشكل عالي جدا. حتى الاضافات اللي اتعملت مش اضافات جايه كلها جايه من قطاع الناشئين بالنسبه لفريق حرس الحدود، عشان كده اعتقد ان الانسجام اعلى بالنسبه للحرس. فريق سموحه عمل اضافات ممتازه موجوده زي هاني العجيزي، احمد ابو مسلم، دي كلها اضافات ممكن تضيف لنادي سموحه، بس في النهايه اعتقد ان خبره حرس الحدود هي اللي اتاحت له الفرصه انه يصل او يفوز لدور الثمانيه. نعم. المباراه الاخيره مباراه بترول اسيوط مع الجونه. كابتن انور سلامه طبعا فاز بشق الانفس بركلات الترجيح من نقطه الجزاء بعد التعادل الايجابي ب3 اهداف لكل منهما، وقال ان الحر كان سبب في هذا اداء باهت بالنسبه لفريق الجونه. الحر على مين؟ على الاثنين؟ على الجونه. خد بالك الاثنين متعودين الجونه في البحر الاثنين متعودين على الحر، يعني ده عنده حر 40 وده نفس الموضوع بتروت. هي مباراه الظهر 3 ساعات 3:30 متعودين، يعني مش قضيه يعني، بس هي خد بالك احنا في الجو برده مش حر في الوقت الحالي كتير جدا يعني. مش زي ما بتتكلم على فتره مثلا شهر 6 او شهر 5 يلعبوا في جو في اسيوط او في الجونه، لا تبقى صعبه. انما هي مباراه غريبه. مباراه غريبه كمان لان فريق بترول اسيوط خرج المقص. لا النصر عفوا خرج المقص. فريق بترول اسيوط خرج العبد منور على ما اعتقد يعني. فريق بترول اسيوط فرقه ممتازه، جايبه مدير فني جديد اسمه نبيل محمود، عمل عناصر كويسه جدا من كل مكان في الانديه المصريه، انديه الدرجه الاولى والدرجه الثانيه، عمل منه مجموعه تشكيله كويسه. الفجأه هي ان الجونه لم يتوقع اداء فريق بترول اسيوط ولم يحسن تقدير اداء فريق بترول اسيوط، كده شفنا مباراه غريبه. الاغرب من كده ان ال6 اهداف بتوع المباراه جم من ضربات راس، ودي برده كانت من عجائب اللي موجوده في المباراه. اعتقد طبعا يمكن الجونه عشان اكثر خبره واكثر حنك واكثر ثقه كمان بالنسبه
لمحمد مختار حارس المرمى قدر يوصل لدور الثمانيه امام نادي الزمالك. نعم.